أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. معكم شيرين الصاوي في برنامج حكايات من تراث رمضان على إذاعة إحنا بتوع الراديو. العشر الأواخر ليالي مختلفة عن كل الليالي، ناس بتسهر وناس بتعتكف وناس بتدور على ليلة واحدة لو أدركتها أدركت خير 1000 شهر. رمضان بيمر بسرعة، ومع دخول العشر الأواخر كل حاجة بتتغير. في المساجد تلاقي الناس أكتر، قلوب مليانة رجاء، عيون بتدمع في الدعاء، وأيادي مرفوعة للسماء. بس إيه سر العشر الأواخر؟ وليه الناس بتعيشها بروح مختلفة؟ تعالوا نرجع بالزمن ونعرف حكاية الليالي العظيمة دي. زمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانت تيجي العشر الأواخر كان يجتهد في العبادة أكتر من أي وقت تاني، وكان بيصحي أهل بيته ويشد المأزر، لأنها أيام ما ينفعش تروح من غير ما الواحد ياخد منها بركة وخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ليلة واحدة خير من 1000 شهر. ليلة لو ربنا كتب لك إنك تدركها كأنك عبدت ربنا 83 سنة كاملة. واستنادا لبعض الأحاديث النبوية في علامات مميزة قيل إنها ممكن تدل على ليلة القدر، ومنها صفاء السماء ونقاء الجو، اعتدال درجة الحرارة وسكون الرياح، ظهور القمر في حالة إشراق مميز، شروق الشمس في اليوم التالي من غير شعاع، شكلها هادي زي القمر ليلة البدر. بس الحقيقة مش مهم تعرف شكلها، المهم قلبك يكون حاضر ويكون عندك يقين إن ربنا كريم وهيجازيك خير. في كل بلد، كل بيت، كل مسجد الناس بتدور على الليلة دي. فيه اللي بيعتكف في المسجد، فيه اللي بيدعي من قلبه في بيته، وفيه اللي بيكافح عشان ما يضيعش لحظة من الليالي دي. لكن هل ليلة القدر هي بس في العشر الأواخر؟ ولا هي ليلة بتكون لما القلب يصحى، لما الروح تلاقي ربنا، لما تحس انك قريب منه بشكل عمره ما كان قبل كده؟ ليالي العشر بتمر، بس الخير اللي فيها ممكن يفضل معاك العمر كله. المهم انك تدور على اللحظة اللي قلبك فيها هيلاقي النور، اللحظة اللي هتحس فيها انك اقرب ما يكون لربنا. ساعات الليالي بتعدي عادي، وساعات بيجي فيها لحظة تغير كل حاجة. يا ترى لو دي كانت ليلة القدر هتطلب ايه من ربنا؟ اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من عتقائك من النار. كنت معاكم شيرين الصاوي من برنامج حكايات من تراث رمضان على إذاعة إحنا بتوع الراديو. استنوني في حكاية جديدة من حكاية الشهر الكريم، ورمضان كريم.